السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة قاموس الأخبار. مستجدات الحالة الصحية للفنان عادل إمام. في الفترة الأخيرة شغلت الحالة الصحية للنجم الكبير عادل إمام الملقب بالزعيم. لكن قبل ما نكمل الفيديو، ياريت لو لسه مش مشترك في القناة تشرفنا بالاشتراك وتفعل زر الجرس وتدعمنا باللايك ليصلك كل جديد. أكد الكاتب الصحفي محمود موسى أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة الأخبار التي انتشرت في وقت سابق بشأن تدهور صحته. وكتب نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي أنه تم زيارة النجم عادل إمام، وقال أن النجم يتمتع بالطاقة الإيجابية والبهجة والفرح والضحك، وأضاف أنه وجده بكامل صحته ومبتسما وكعادته الدائمة كريما في ضيفته. كما أن الزعيم قد هنأ جمهوره بالعام الجديد بصورة لا نشرها عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي عبر الانستجرام، معلقة عليها: كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وبمناسبة العام الجديد. وقبل أسابيع تصدر اسم الزعيم ترند محرك البحث جوجل بعد تداول أنباء عن عودته السينمائي قريبا بعد غياب دام 12 عام من خلال فيلم جديد، حيث كان آخر ظهور سينمائي له في الفيلم كان فيلم زهايمر عام 2010. وأعلنت أسرة الزعيم عن استعداد التصوير في فيلم جديد بعنوان الواد وأبوه، يشاركه بطولته ابنه الفنان محمد إمام، ومخرج الفيلم رامي إمام، وإنتاج عصام إمام. يا ريت لو كملت الفيديو للنهاية ما تنساش تشرفنا بالاشتراك في القناة لمعرفة كل جديد. أشوفكوا الفيديو الجاي على خير إن شاء الله. سلام.